يا مساء الجمال على أحلى متابعين. البامية يعني أكلة الأصول، يعني الريحة اللي كانت بتملى بيت جدتنا زمان. النهاردة هنعملها بنفس النفس والريحة اللي تفتح النفس، وبطريقة سهلة جدا هتخليكي أستاذة فيها. البامية دايبة واللحمة زي الزبدة. تعالوا أعرفكم السر، وشوية ملوخية جنبها ما أقولكيش على الطشة. حاجة كده طعمها حلو جدا جدا، ودي اللي يتقال عليها بجد تسلم ايدك. هقولك على كل التفاصيل وكل التريكات، بس اهم حاجه تابعي معايا الفيديو للاخر. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. ويلا نبدا ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجه هنسلق اللحمه. انا عندي لحمه في الفريزر، فانا هطلعها احطها زي ما هي كده في الميه. سبت الميه تغلي، ولازم الميه تكون سخنه بتغلي. ونزلت باللحمه، هحط معاها بصلايه اللي هي الطريقه التقليديه اللي بنسلق فيها اللحمه، مكعب مرق الدجاج واللي مش بيحبها يستبعدها، ورقتين لورا، فص حبهان، فلفل اسود، كام فلفل اسود حبهان، ورق لورا بودره، شويه جنزبيل وشويه فلفل اسود، ومش هنحط اكتر من كده. شويه حبهان ورق لورا بودره همت، هنحط كمان فلفل اسود وجنزبيل. خلاص كده ده السلق بتاعنا. واحلى حاجه في السلق، حابه تحطي طماطم، حابه تحطي جزر، اللي انت حابه تحطيه حطيه. اول ما تغلي كده هشيل الريمه على وشها. ليه؟ علشان اللحمه تبقى الشوربه بتاعتها صافيه، وتبقى الشوربه بتاعتها رايقه كده، ما يبقاش فيها حاجات كتيره كده بتجري. فهي الريم ده بنشيله عشان الشوربه بتاعتنا تبقى صافيه. هنيجي بقى الباميه هنقمعها. الباميه نزلت ومليانه في السوق وحلوه جدا وجميله. انا بحبها الحجم ده، يعني ما بحبهاش لا اكبر من كده ولا اصغر من كده. هو ده الحجم الحلو اللي بتبقى الباميه فيها دايبه كده وحلوه، وما تبقاش من جوه ناشفه. تمام. هنقمع الباميه بالطريقه دي، وطريقه سهله جدا وبسيطه. والباميه من الحاجات اللي بتقمعيها بطريقه سهله. هقول لك تخزينها، وانا كنت عامله لايف يوم الجمعه اللي فاتت، وكل جمعه ان شاء الله هنبقى مع بعض لايف. عملته الجمعه اللي فاتت وقلت لكم بالظبط ايه الطريقه اللي انا بخزن بيها الباميه وورق العنب اللي بتطلع معاكي ناجحه جدا وعمرها ما هتبوظ. تمام. خلاص انا خلصت. انا مش هغسلها غير لما اجي اطبخها على طول، لان الباميه فيها ماده لزجه. لو غسلتيها وركنتيها هتلاقيها عملت ماده لزجه كده كتير، فانت هتغسليها وعلى طول على الحله. هنيجي بقى نطبخ الباميه. حطيت معلقه سمنه بلدي وشويه زيت صغيرين. دي البصلايه مع بصلايه صغيره مع 3 4 فصوص توم، هضربهم في الكبه. انا بحب اعمل الباميه ببصلايه صغيره، وجربيها ان شاء الله هتعجبك. هقلبهم كده مع بعض كده مع التوم. اللحمه خلاص وغليت، هقفل عليها الضغط عشان تاخد معايا ربع ساعه نص ساعه بكتير وتكون معاكي دايبه. بس هحطها في الحله الضغط وهسيبها تستوي براحتها. انا خلاص ابتدت تاخد اللون الذهبي. هنزل بالطماطم اللي ضرباها مصفياها كويس. بس بقى كميه الطماطم ده تقريبا كان نص كيلو طماطم، ضربته وصفيته. تمام. هقلب بقى، هحط عليها، امشي بنفس الخطوات اللي انا ماشيه بيها هيطلع معاكي تحفه جدا. هحط مكعب مرق الدجاج، هحط شويه بابريكا وشويه سكر عشان اعادل المزازه بتاعت الطماطم. انا لقيت الطماطم بتاعتي حمراء فما استخدمتش صلصه خالص، انا عاملاها من غير صلصه. هقلب بقى، خلاص اتصلصلت معايا وكان لونها تحفه. ده من غير صلصه، الطماطم كانت حمراء جدا وحلوه جدا. تمام. هبتدي بقى خلاص، وانا فتحت على حله الضغط واللحمه بتاعتي استوت. خلاص هقوم نازله عليها باللحمه. هنزل بنص كميه اللحمه، والنص التاني الولاد بيحبوه متحمر فانا هحمره. هنزل بقى بكام قطعه لحمه فيها كده، وشويه شوربه من بتاعه اللحمه الحلوه الصافيه الرايقه دي. تمام. هنزل بقى بشويه شوربه، والوقت ده هروح راحه غسله الباميه ومنزلاها على الحله على طول. ما تغسليهاش وتركنيها لما تكون فريش، اغسلي وعلى طول في الحله. انزلي بقى بيها كده في الحله، قلبي. هحط معاها، بحب احط معاها قرون شطه، لو حابه فلفل حطي، اللي بتبقى سبايسي تحفه جدا. نزلت بقرنين شطه كده مقطعاهم، ونزلت عليهم بيها عصره الليمونه. دي ممتازه في الباميه، جربيها تعجبك جدا. نص ليمونه بس، يعني عصير نص ليمونه بس، وشويه فلفل اسود عشان احنا ما حطيناش عليها فلفل اسود. هديها تقليبه، وانا ما بعمل لهاش الطشه بتاعتها. يعني انا ده كده الباميه الطاجن بتاعي خلص، فاضل له بس معلقه توم ني.
وشويه كزبره بحطهم كده ناشفه من غير ما اقليهم. هحط مع شويه توم ني كده مع شويه كزبره ناشفه، بس ما تصورتش الكزبره الناشفه. هتقلبي بقى كده مع بعض وتدوقي تلاقيه حدقها مظبوط. خلاص سيبيها تغلي، غدت غلوه واحده بس. في الوقت ده انا مسخنه الفرن جدا، حطيها في الطاجن بقى ودخلي الفرن. احلى طاجن باميه هتاكليه. الطاجن ده اتنسف حلو جدا، طعمه جميل جدا جدا، وبصراحه اسهل واطعم واحلى طريقه هتعمليها. انا بطلع بس اللحمه على الوش كده علشان تاخد لون، وهدخل بالطاجن على طول على الفرن. ما بياخدش تقريبا تلت ساعه نص ساعه بكتيره. الباميه بتستوي بسرعه، ده الموسم بتاعها، ما تخافيش منها. دوقي بس الباميه لقيتيها استوت اطلعيها على طول. انا بحب بس ايد لها الشوايه ياخد لون بس. هنعمل الرز بقى. الرز مع الباميه حبه وحبه بيبقى تحفه الاتنين مع بعض. معلقه سمنه بلدي، شويه زيت، هحط ربع معلقه او كبشه بس كده بايدك من الرز، هنحمرهم وياخدوا اللون الذهبي. هننزل ببقيه الرز وهنقلبهم. وانا بحب اشرب الرز شوربه، طول ما عندي شوربه احب اشربه. دوقيه بيبقى طعمه تحفه جدا جدا. مش بسقيه كله او مش بديله المعيار بتاعه كله شوربه، انا بديله 3/4 مثلا شوربه لو شوربه عندي كتير، او النص والنص كده يعني. نزلت بشويه الشوربه ونزلت بشويه الميه، هقلب وتقريبا يبقى عقله صباع واحد الميه فوق الرز، مش اكتر من كده. عقله صباع واحد يعني عقله واحده من الصباع. تمام. هقلب بقى، هدوق الحوض، حط شويه، لقيتها عايزه شويه ملح حطيت لها شويه ملح وقلبت وبس كده. خلاص هسيبه بقى، هغطيه وعلى نار عاليه. اول ما الاقيه غلي جامد قوي كده والحله دخنت معاكي، هتقومي مهديه النار وتسيبيه يكمل سواه. لازم الحله تدخن ويكون شايفه ويكون كله كده ابتدى يخش في السوا. هنهدي النار. الملوخيه عملتها معاكم كذا مره فانا ما حبيتش. الملوخيه الخضراء طول ما هي موجوده طول الصيف بعملها في كل الاكلات. انا اوريكم بس الطشه بتاعتها كده وخلاص. شوفوا بقى لونها وكان طعمها خرافه حكايه. جربوا الملوخيه الخضراء بطريقتي. بس كده خلاص هنغرف الاكل. الطاجن بتاعي كان طلع من الفرن، ما اخدش معايا وقت، كان طعمه خرافه جدا. جربي طاجن الباميه ده بجد هتدعيلي. طعمه حلو جدا وسهل وبسيط، وان شاء الله هيعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.